لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ اخباركم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. ان شاء رب العالمين. طبعا طول ما نزلتش امبارح يا اميره فيديوهات برضو يا جماعه كنت بكشف والله العظيم. يعني المؤمن مبتلى يا بنتي. الحمد لله والشكر لله. والله يعني انا من يوم ما فتحت القناه فعلا وانا تعبانه، فواحده مقابلاني وانا رايحه عند ابدار ابويا، فموقفاني يعني الله يسهل لها ويسامحها، يعني بتقول لي يا اميره هو انت من يوم ما فتحت القناه وانت يا بنتي ما عادش حد زيكم، ما عدتوش بتكلموا حد، ده تجيبوا الاكل ده منين؟ انت بتفتح لي مواضيع. مفيش حد شغل، دايما الناس كلها شغاله. انا عمري في حياتي ما شغلت بالي بحد، انا عمري في حياتي، لا الناس كلت ياما او كلت شويه، انا ماليش دعوه، انا ما بشغلش بالي بحد، ولا عمري في حياتي بشغل بالي ده دي جابت ده دي ما جابتش ده دي لبست دي ما لبستش. انا في حالي وسكه بابا عليا من قبل اليوتيوب والله العظيم. كمان انا من 2018 بعد ما جيت من العمره ماليش دعوه بحد، انا ماليش دعوه بحد خالص، ولا بطلع ولا بروح ولا اكتر من عند ابويا وامي ما بروحش عند حد. يعني مش معنى كده ان احنا مقاطعين ان هي قاطعه الناس يعني، بس يعني ما عليكم السلام، لكن مش في مواضيع يعني. الاول كنت بقعد بتكلم مع فلان وبقعد هنا وبقعد هنا، دلوقتي خلاص انا بقول لكم من يوم ما جيت من العمره الحمد لله ربنا رضى عليا، ده طبعا رضا من عند ربنا ان انا ما عادش ليا دعوه بحد. فدي مقابلاني بتقول انت بقت طب والله العظيم يا جماعه، والله العظيم كمان مره عشان اعرفكم بس ان الارياف فيهم مميزات وفيهم عيوب، مش هقول كلهم عيوب، العيوب يعني العيوب بتاعتهم اكتر من المميزات، ان احنا هنا يعني كله بيخش في خصوصيه بعضه. يعني مشكلتنا في كده. انا عمري في حياتي ما بشغل بالي بحد، عمري في حياتي ما بشغل بالي بحد، ماليش دعوه بحد، اللي جاب ما جابش دخل بكتير دخل بشويه، احنا يا جماعه فردين، احنا فردين، يعني احنا مش هنعرف ناكل نفسنا احنا الاثنين. يلا الله المستعان. يعني انا بستغرب والله العظيم لما دايما بتبقى ترمي كلمه زي كده وتقول انت بتجيبوا الاكل ده منين، يعني هنكون بنسرق يا بنتي يعني. انا على فكره ما خدتش ولا جنيه من القناه لسه لحد دلوقتي، بقالي سنه بالظبط شغاله اهو، والله العظيم ما خدت منها جنيه. وانا يعني على العموم يعني بتعب برضو فيها، ما كفايه ان انا اللي برضو يعني في الايام العاديه، في الايام العاديه انا وجوزي عمرنا في حياتي ما هقف كده بالساعات ديت، واقف لابسه وفي عز الحر ببقى لابسه ومضطريه ان انا اتنينا دايما بالطرحه يعني وكده في الحر، وفي الشتاء برضو ببقى واقفه والجو ساقعه. فطبعا الحاجات دي كلها بتبقى تعب علينا يا جماعه، خلاف لما انت تعملي الطبخه وتروحي تقعدي بتبقى لابسه لبس مرتاحه فيه، ده كله طبعا بيبقى تعب. هم بقى ماسكيني في الريحه انا ما عدتش لاقي لي علاج، والله العظيم ما عدت لاقي لي علاج، كل يوم عنده دكتور شكل، يوم اكشف على الروماتويد، يوم اكشف على الصدر، يوم اكشف على مناخيري الاقيها جايبه دم لوحده، يوم اكشف انا مش عارفه والله العظيم، والله العظيم يا جماعه بالله عليكم دايما لما تشوفوا حد سموا كده وصلوا على الرسول، يعني يا جماعه عشان خاطر العين بتحسد من غير ما ناخد بالنا. صحيح. من غير ما ناخد بالنا العين بتحسد. فليكم ولي انا عمري في حياتي والله العظيم دايما حتى لو كره حد اقول الله يسهل له، حتى لو انتوا كارهيني اقول الله يسهل له وابعدوا عني وخلاص. لا بالله عليكم يا جماعه، انا والله العظيم تعبانه ونفسيتي كمان تعبت. ادعوا لها بس ان ربنا يشفيها وخلاص. يلا ربنا يشفيكي والله المستعان. نخش بقى على ايه، ناكل انا بلحيه بقى كده وانا واقف. هو ولا همه، هو ما بيتحسدش، انا اللي محطوطه فيه لوحدي. الحمد لله والشكر لله يا رب. بصوا يا حبايب قلبي بقى، معايا هنا اخر حاجه من المعزه بتاعتي، كان عندي معزتين، دي اخر حاجه منها، ده كتف من بتاع المعزه ماشي. هنعمله النهارده برضو بالخضار، هنحطه في الفرن كده بالخضار وهنشوف ان شاء الله باذن الله هنعمله بطريقه حلوه باذن الله. معايا هنا التوابل ديت بقى اللي هنتبل بيها الخضار بتاعي والكتف ده. بصوا بقى التوابل عباره عن ايه معايا، دي بهارات لحمه، انا اللي موضب التوابل ده على فكره. ايوه والله هو اللي موضب، انا كده كنت بحطه قدام منكم بالبركه عادي. ديت توابل لحمه، وديت فلفل اسود، وده كمون، وده كزبره ناشفه، ودي جوز الطيب انا بشرها كده، بحب ابشرها كده اول باول، دي جوز الطيب، وديت قولوا معايا كركم ولا ايه ديت مش عارفه هو كركم ولا بهارات فراخ، لا معرفش مش عارفه. المهم ان لقيت حاجه زي كده مش عارفه، اصل الكركم والبهارات الفراخ الاتنين لون واحد، وديت ممكن تحطوا من ده او من ده، على فكره بهارات الفراخ بتبقى طعمها احسن من بهارات اللحمه اللي بيبقى فيها توابل اكتر كمان. وده بابريكا وورق لوري وعود قرفه
وقرنفل، لو في حبهان حط حبهان. ماشي يا حبايب قلبي، ادي البهارات بتاعتي. وهنجيب الملح طبعا عشان ما ننساهوش، انتوا عارفين كالعاده يعني انا الملح ده بالنسبه لي ايه بنساه على طول. نجيب بقى الصينيه بتاعتي اهي، كويس كده. ادي الصينيه، ونجيب بقى شويه الملح، نحط كده شويه الملح عشان ايه ما ننساش. نقلب بقى البهارات بتاعتي كلها كده ببعضها. طول كده ماشي. كل اللي تقابلني، انت قبضت ولا لسه من القناه؟ انت قبضت ولا لسه من القناه يا جماعه؟ والله ما قبضت ولا في دماغي حتى فلوس القناه ديت، انا فاتحاها عشان خاطر يعني حاجه برضو تطلعني من اللي انا فيه ومن القعده لوحدي ومن زهق. بعدين يا امور ما فيش حد بيعجب حد ابدا على مفيش فكره. حد بيعذر ولا حد لا انا عايز اقول لك انت ان ما فيش حد بيعجب حد، يعني ايه؟ وانا مش عايزه اعجب حد وانا عايزه لا اعجب مش حد. فاهماني انت. انا ماليش لو دعوه انت بحد. بتصلي في قلب الجامع برضه هتطلعي تلاقي الناس بتتكلم عليك، الناس بتنتقدك، ده امر طبيعي، ده كل ده امر طبيعي. لا العظيم يعني مش عارفه اروح فين. بقول له رشاد يعني حكايه جحا وابن ديت جت في دماغي دلوقتي. انا من كتر زهقي من الست اللي قابلتنا النهارده لا وخرجتنا عن ده الشباب عادي دي. عادي. قلت له يا رشاد كل ما ده تيجي حاجة نروح طبيعية. نسكن في اي بلد غير بلدنا دي. قال لي هتروحي هناك برضه بقول لك هتلاقي. انت فكرتني دلوقتي موضوع جحا هو ابنه. طب بس بستنى بس قبل ما تعمل. شايفين انا قلبت البهارات كلها مع بعض، كله كاري والبتاع اللي هو التوابل كلها بقى، الفلفل الاسود مع الملح مع الكزبره مع البابريكا مع كل حاجه قلبتها مع بعض اهي. وهنجيب شويه منها كده ونتبل بقى الايه. ومش شرط يا جماعه تكون يعني لحمه، يعني ممكن تعمل بلحمه عاديه بقى يعني، او فراخ. فراخ وممكن تعمليها بقطع لحمه عاديه، تبقى لسه قطع لحمه من عند الجزار بدل ما تسلقيها وتبقى الحياه اليوميه هي. لا غيري بقى وجددي كده في اكلك. القرنفل انا بحطه في قلب الشرايح اللي انا مقطعاها كده. انا مقطعه الكتف هنا كده ايه بشرايح كده، واحط فيها كده العود القرنفل ده تخلي ريحته جميله قوي. وادعكي بقى كده. بقول لك فكرتني بقى ايه حكايه كحه وابنه. اما كان ايه معاهم الحمار، قال له تعالى معلمك درس. يركب الحمار هو وابنه، الناس يشوف الراجل اللي ما عندهمش رأفة بالحيوان، ينزل هو ويمشي ابنه، يقولوا شوف الابن اللي الجاحد اللي ما عندوش رحمه بابوه. ينزل هو ويركب ابنه ويقولوا شوف الاب مش عارف. يشيلوا الحمار على كتافهم هما الاثنين ويشوفوا الناس المجانين. فبأي طريقه انت عمرك ما تعجب حد كده يا رشاد. ليه؟ ما فيش حد بيعجب حد، ودايما الانتقاد ده امر ايوه. فانت الملك للملك يا جماعه. احنا ما تعلقيش، فانت ما تعلقيش. انتوا يا جماعه دايما كده ادعوا لي دايما. يعني انا عمري في حد ما بجيب في سيره حد، عمري ولا ليه دعوه بحد اساسا. انا ما عادش ليه دعوه بحد خالص. ودي نعمه من نعم ربنا ان الانسان يكون عنده يعني في الانكفاء عباده، يعني عن الكلام عن يعني الكلام عن الناس عن دي حاجه بيبقى فيها راحه ونعمه من عند ربنا. والله جوزي اللي يعني شجعني كمان بقى يقول لي ملهاش لازمه. شايفين ما شاء الله تبلته تتبيله زي العسل اهو. شايفين اللون. نيجي بقى نجيب كده الايه الخضار بتاعي. طماطم التوم نسيت تحطيه في قلب وبطاطس. ما تطلعها تاني بقى بحطيها. انا كده هطلعها ماشي. ادي كده حطيت الايه الطماطم والبطاطس. خلي بالك عشان التوم عندك. هحط كده فصين توم في الفتحات اللي رشاد مفتحها لنا دي. ما تقلبها الناحيه التانيه ولا الفتحات الناحيه دي. هاتي بس انا هعمل لهم كده. انا يا جماعه اكره ما عليا، ما بحبش التوم صراحه، ما بحبش ريحته قد كده، بس هو بينكي يعني الاكل شويه. حطيت كده الايه البصل. هذا البصل اهو احنا مقطعينها كرات كبيره شويه عشان خاطر تستحمل بس الايه الحراره وكده. ما اناش عارفه البتاع ده بيغيب ولا ما بيغيبش. الكتف ده حط الجزر. خلي بالك بقى عشان في والاكل معظم الاكل اللي بنعمله والله بيكفينا باليومين ثلاثه يعني، مش كل يوم بنطبخ يعني. مالك نقول الشطه دي بقى عشان ما ترجعش تقولي لي الحكايه والروايه. الشطه ديت اتحطت كل الليل. ما هم مسلمه همت. لا لا هيحرق قوي علينا. لا والله ده مولع. شايفين الشطه دي يا جماعه؟ الله المستعان عليها بقى، ده حريقه نار. شايفين كده بقى. نيجي بقى بالايه بالبهارات بتاعتي. ننزل بقى كده بسم الله. انا مستكترها شويه كفايه كده. ونحط شويه الزيت. احنا طبعا اتفقنا ان احنا هنخرم الازازه مع انها مضايقاني بس خلاص ما عادش وقت الدلع يما.
انا بجيب الفرخه تكون صغيره بتكفينا على فترات. بجيب مثلا اللحمه بعمل نص كيلو، مش بعمل الكيلو كله. فانتوا بيتهيألكم ان احنا مثلا بناكل كميات كتيره او كده. نقلب بقى. طبعا انا غاسله ايدي كويس، لو عايزه تلبسي جوانتي البسي جوانتي. شايفين كده؟ ان شاء الله لما ربنا يكرمنا واطلع على قناه CBC سفرة ولا بانوراما فود هبقى البس الجوانتي باذن الله. تضحك ليه يا رشاد؟ طول ما انت عندك طموح وامل ان شاء الله باذن الله هتوصل طبعا، ورغم عن كل حاقد او حاسد باذن الله. اللهم صل على النبي. طبعا ان شاء الله باذن الله. اصلا عمري في حياتي ما كنت حاقده ولا عمري في حياتي اوصل لحاجه حد. شايفين كده؟ قبضت من القناه ده يا دوتيني ده. انا على كده لو قبضت بقى هروح في داهيه. لو قبضت هروح في داهيه. انا ما قبضتش بقالي اكتر من سنه ومش في دماغي اقبض ما اقبضش، مش في دماغي. نحط كده سقطة زيت كمان كده، والصينيه بتاعتي متبله ولوز اللوز. يبقى حطيت ايه يا اميره في الصينيه؟ حطيت طماطم وحطيت بطاطس وجزر وفلفل وبصل وقرنين شطه كده عشان الحاج رشاد ياكل ويهيص اهم. ايوه على الوش. ايوه ماشي. وحطيت بقى البهارات اللي احنا قايلين عليها مع بعض في اول الفيديو. وننزل كده بقى بالكتف بتاعنا كده اللي متبل، وحاطين في قلب الاخرام بتاعته ديت احنا مشرحينه كده بالسكينه، وفي قلب الاخرام ديت قرنفل وفصوص توم. اكتر من كده مش هنحط. هنجيب بقى شويه ميه، حاجه بسيطه خالص، شويه ميه حاجه بسيطه يا رشاد، حاجه بسيطه مش هنكتر. ليه؟ لان البصل هينزل ميه والفلفل هينزل ميه وكل حاجه عندها هتنزل ميه، فمش محتاجين ان احنا نكتر من الميه. حاجه بسيطه خالص كده عشان هنحط عليها الغطا الورق السلوفان، ومش هنفتح عليها خالص دلوقتي غير بعد ساعه. هنفتح بعد ساعه نشيل الفويل ونسيبها بقى وشها ايه ياخد وش كده، مش هنغيبها في الفرن قد كده. ماشي يا حبايب قلبي؟ يا دوبك تاخد الوش بقى ونشوف اللحمه استوت والخضار، وبعد كده نطلعها ونيجي نعمل قبل كده بعد كده شويه رز مش عارفه اعمله حبه بحبه ولا عملنا حبه او شعريه بقى، انتوا مزاجك. يلا ما نشوف. يلا حبيبي بقى ايه، بقول لكم حبايبي زي اعمل العصير بقى معاكم بقى. قال لي تعالى عشان خاطر ايه ده رمان تخرجي اللي جواك كده، اعمل لك عصير تهدي نفسك فيه شويه. امال هي الحاجه كانت انا بجيب الكميه مثلا 2 كيلو 3 كيلو كمل الكلام اشترهم واحطهم في اكياس في الفريزر. وده ايه؟ موز وجوافه. دي موز وجوافه. هنا حطينا رمان وموز وجوافه. ده السكر بتاعنا. السكر بقى حسب ما انت بتحبي السكر ماشي كده زي ما انت عايز. طبعا الكلام اللي انا قلته من شويه ده اللي هم اللي بيكرهوا امير، ربنا يعني يرحمنا كده. وده علبه الزبادي بس مش هنحطها دلوقتي ايه في حالي. انما حبايب قلبي على فكره كل اللي هم بيقابلوني في الشارع وبقول لك الكلام ده هم مش مشتركين معايا اساسا، هم مش مشتركين معايا. بعد ما اصفيه بقى، ما هو الصح يعني ايه، طالما تحطوا زبادي او لبن في الحاجات اللي هي تتصفى ديت تحطوها بعد ما تصفوها. ماشي. بس كده بقى ضربنا اهوت، نصفيه ونرجع مع بعض تاني بقى ايه نشوف هنعمل ايه تاني. صفيت انا بقى ايه العصير يا جماعه اهوت، شايفين بقى رهيب والله رهيب. لوز اللوز على رأي الحاجه. تمام. كانت عايزه لي علبتين زبادي مش علبه واحده. انا ممكن يعني ايه كبيره شويه. ممكن ادوق بس الاول كده يا حاجه. يا سيدي نجيب بقى ايه لازم طعمه رائع. حاجه كده تطرى على القلب. قولوا معانا الزبادية. لا الموز مع الجوافه مع البتاع مدي طعم جميل قوي والله. نحط بقى الزبادي اهوت. اخترعوا يا جماعه اي فاكهه عندكم اخترعوا. جوزي بيحب يخترع. انا بحب اخترع في العصير قوي يعني بصراحه. تمام. انا والله الجو برد بقى ما عادش عايز
عصير، بس هو مدمن لا انا بحب العصير بصراحه. صيف شتا بيحبه. شكرا. اتفضل. الرجوع بقى يا جماعه. احلى بقى شويه عصير بقى ايه بالزبادي يا سيدي. الزبادي بيتقل الحاجه برضه شويه. بيديها تقل برضه. حبه كده ونرجع نعمل مع بعض بقى ان شاء الله الايه. طبعا مفيش مانع ان احنا بقى ايه نشرب لنا كوبايه كده واحنا واقفين بقى. هنقعد بقى نشرب كده وشويه كده قدام التلفزيون عما الاكل ايه يستوي. ونيجي نعمل شويه الرز. على البركه. تعالوا حبايبي بقى نعمل شويه الرز كده مع بعض. بسم الله. نجيب حله كده على البوتاجاز ونحط فيها شويه زيت. نحط كده شويه زيت. هنحط الزيت يكون النهار عدى. حرام عليك يا رشا، وسع الخرم شويه. مش هينفع الكلام ده. انت بتقولي لي حافظ على الزيت؟ والله العظيم ربنا يعيننا يا رب على الايام اللي احنا فيها دي. يا ريت ما تزعلوش مننا الكلام ده، انا بقوله للي يعني للي ما بيحبونيش، اللي كل شويه اللي انا شغلاهم. انما انتم المتابعين بتوعي الحمد لله يا رب والشكر لله. ربنا انعم عليا بكم والله العظيم. ربنا يا رب يديمكم نعمه في حياتي. شايفين كده حبايب قلبي؟ يا دوبك بس هنحط ايه كبشه كده من الرز اللي احنا غاسلينه، وانت نغمر فيه بقى لحد ما يوصل للدرجه اللي احنا ايه اللي احنا عايزينها، اللي هي المصفره كده او المحمره شويه، يعني ما تبقاش غامق، عشان لما بيبقى غامق بيبقى بيمرر الرز كلته ويغمقه ويخلي لونه مش حلو. ان شاء الله لما توصل للمرحله اللي احنا عايزينها هنشوفها مع بعض. شايفين كده يا حبايبي؟ خلاص خد اللون اللي انا عايزاه اهو. شايفين اللون؟ ساعة ما ياخد اللون ده ما تغميش عن كده. ننزل بقى بالرز. بسم الله الرحمن الرحيم. نحط بس شوية ملح. عايزة تحط مرق الدجاج حط. ليه ريحة مختلفة، ليه طعم مختلف. الرز اللي هو حبة وحبة ده خلاف الرز اللي هو بشعرية او الرز اللي هو السادة ده، ليه نكهة خاصة ومذاق مختلف بصراحة ربنا. بموت فيه، ولكن عشان هو بياخد وقت في التحميل فانا بكسل اعمله خالص. احنا عايزين نبقى ايه كل حاجة سريع كده. نحط بقى كده بسم الله. ولكن لو هتقولي لي هو ولا رز المعمر، انا بالنسبه لي رز المعمر رقم واحد في الانواع الرز كلها، بعشقه. هو اكتر حاجه في حياتي بحبها. الاخر تلاقي معظم الحلقات بتاعتي تبقى فيها رز معمر. بس كده اهو. سيبه بقى يستوي. بعد ما يغلي شويه كده نوطي عليه ويسيبه ايه يشمع. نرجع ان شاء الله باذن الله نحط الاكل مع بعض. تعالوا حبايبي بقى كده نغرف الايه الرز مع بعض. بسم الله. شايفين الرز؟ شايفين المنظر؟ حاجه كده ولا في الخيال. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله دايما كده. نجيب بقى الاطباق. طلع معلقه كده يا حاج محمد. يا سيدي يا سيدي. امال ايه شغل باكر من تحت. والله انا بقول لكم ان انا هروح قناه CBC او بانوراما فود تبقوا تصدقوني. انا مصدق. انا شايف جوزي مفكرني بالتريقه يعني. وانا يعني مش زي فاطمه ابو حاتي.
هي هو احسن يعني، مش عايزين نقول احسن منك. لا لا لا، انا طولة ابقى زيها بس. تعالوا بقى حبيب قلبي كده، بسم الله، عشان نطلع برضو ايه يرعد فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. انا شلت بس الغطا عشان اديها بس ايه تحميره كده من على الوش. قلب ضعيف لا يتحمل. ايه رايكم بقى في الجمال ده؟ عايزه اوريكم الحاجه كده اللي محصلتش دي. كان في شوكه هنا ماشي، مش عارف. شايفين؟ والله العظيم مش عارف. جوزي طبعا رماه في اي حته. على شوكه. شايفين البطاطس؟ عايزه اوريكم بس كل حاجه عندي باينه ولا مش باينه. شايفين البطاطس؟ شايفين اللحمه؟ اللحمه دايبه دوب. شايفين؟ مش عايزه تيجي انا عشان اكلك. شايفين؟ حاجه كده ولا في الخيال. والبطاطس تحفه، كل حاجه مستويه ما شاء الله. شايفين الخضار؟ جبنا بقى جرجير وسلطه والعصير اللي الحاجه عامله معاكم، وادي مخلل برضو، واحلى شويه رز يستاهلوا بوقكم. معلش بقى ما نعدل الستاند اللي مدوخني ده. عدلت الستاند لان الستاند ده اللي هيجيب له جلطه ولا انا اللي هجيب له جلطه. عدل براحتك. بصوا بقى كده، نروحوا جايين ايه جايبين بقى كده المنظر بقى لازم يعني اشتغل شغل صح كده. شوفوا بقى بصراحه يا جماعه الخضره والبطاطس كل حاجه مستويه عندي. شايفين الجزر؟ الجزر جزر مهري كده مهري، كل حاجه ما شاء الله دايبه دوب. وادي شويه الرز ما شاء الله. صوره كده ها، وتيجوا تاكلوا معانا بقى، تيجوا تاكلوا معانا بجد. نروح جايين بقى جايبين ايه شويه الرز اللي شايفين مفرفر ازاي. ونروح جايين ايه حاطين عليه البطاطس كده. استلام. بسم الله ما شاء الله بجد ما شاء الله. واللحمه قلبها جوه كده. ما شاء الله يا جماعه. تعالوا اتغدوا معانا بقى. خلاص مش هتعرف تتكلم بقى. ناكل سخن نار. نعم. يا رب الحلقه بتاعتنا يا جماعه تكون ايه؟ كان عجبكم؟ عجبكم؟ طب نكمل ولا نشرب؟ ماشي. ربنا يسعدكم رب العالمين. امين يا رب. ويكونوا حبايبي اللي يزعلوا مني. انا بتكلم بس على الفئه بسيطه كده، فئه معينه ما بتحبش هي فيها كل حاجه، فيها اللي بيحبك وفيها اللي بيكرهك. ربنا يا رب يسعد ايامكم ويهديكم جميعا ويهدينا معاكم يا رب. امين يا رب. خليكم ليا، واهم حاجه الكومنت والحلو اللي بيسعد قلبي واللايك اللي بيشجع القناه ويكبرها. انت ما بتحطوش لايكات، انا عارفه والله انتوا ما بتحطوش لايكات. هم 3 5 6 10 كده يعني اللي بيحطوا، انا مش عارفه ليه والله. بس يعني ربنا يصلح حالنا جميعا ويخليكم ليا يا رب العالمين. يلا حبايب قلبي، مع السلامه.